الست المتلاعبه او المانيبيوليتيف وومن او الجاس لايتر وومن. بص بقى وركز كويس قوي عشان ما تقعدش تتعب في علاقاتك او هنكشف ستار عن الجاس لايترز. فاسمع، الست المتلاعبه دايما مختلفه في الاسلوب، بس مش اقل خطوره ولا حاجه من الراجل المتلاعب. دايما بتستخدم العواطف والمشاعر كسلاح بتاعها، بس برضو احنا حصرناها في 4 انماط مش هتطلع براها: الجاس لايتنج وومن او المانيبيوليتيف وومن. اولهم السيدكتيف كنترولر او المتحكمه بالاغواء زي ما بيقولوا عليها في علم النفس. دي هتلاقيها بتديك احساس دايما مستمر انك انت بطل حياتها، انت ايرون مان بتاعها، انت سبايدر مان بتاعها، لكن في الحقيقه هي اللي بتحركك زي قطعه على رقعه الشطرنج. كل حركه منك بتبقى محسوبه منها عشان تحقق اللي هي عايزاه في الاخر وتلعب بيك عشان هي مانيبيوليتيف متلاعبه. رقم 2 ايموشنال بلاك ميلر او المتلاعبه عاطفيا، المبتزه عاطفيا. دي دايما بتستخدم دموعها كسلاح. تقعد اي حاجه اتحطيت في موقف معين او حاجه معينه وحست انك انت هتقفشها مثلا، تلاقيها فتحت جرار دموع نازل من عينيها عشان انت تصدقها وتنخدع في التلاعب بتاعها. ولو رفضت ليها طلب يبقى انت مش بتحبها. لا، قول لي ان انت مش بتحبني، انت اكيد مش بتحبني. طب لو حاولت تبعد عنها او تفصل شويه او تاخد فتره، لا انت كده بتكسر قلبي، لا انت كده انت بتعمل بريك اب كده. رقم 3 الدراما ميكر او الدراما كوين. دي ست بتعيش